قهوة بندق مش عارفة فرنساوي. وقالت لعمه 10 مرات اني عايزاه من غير سكر. جابها بسكر. اه. دي معاناة دكاترة التغذية، بيتعبوا عشان مش بيعرفوا يوصلوا افكارهم للناس التانية. لسه عليا دول يا بنتي. مش بيعرفوا يوصلوا اللي في بتقليش عليا. لا والله بجد، انا هو مرة. افتكر اللي انا لما بقول له مش عايزه السكر، فان هو حط لي دايت، اه. وانا مش عايزه انتي مش اصلا. عايزة طعم السكر. مش عايزه طعم مرة السكر. فاكرة الشهر اللي كنت فيه فيجن ده. انتي؟ انا اه ياه. ماما يعني كانت بتحاربني بكل ما تملك. فالمهم يعني مرة دخلت الكافيه في النادي، وقلت له انا عايزاه ايس لاتيه بس من غير لبن. دي بقى انا قعدت، انا كان ناقص ادخل اعمله انا. والله العظيم، وهو يا راجل مش فاهمني وانا مش فاهمه. يعني كفايه ان انا عودته على موضوع ان هو يعمله من غير سكر، عودته بقى تبقى تخيل بقى تشيل اللبن كمان. وقعد يرج فيه لحد ما في الاخر عمل لي رغوه كده قدامي، والله العظيم كتر خيره يعني. وهي بقى جابت حاجه فيها سكر بس بصوا. دي بقى فيها. ده شكلها. ركاية بقى جابت حاجات سكر. جابت سكر. جابت كيس سكر كده. بس حلو حلو يا رقية. حلو، هاتوا البتاع ده.